من مضاربة بندريتا ومستر فيفا. انا من بعد الموضوع هذا طفرت وتاثرت وانفصلت. انا قلت انك انت السبب، تتوقع اني بنفصل بسبب وجهك يعني؟ إلى مضاربة كويلي وبارتيوب. أنا شخص مظلوم، أنا شخص هاجموني الكل. عيد وأكرر مقطعك ذاك ما يضر بس يمكن يتسبب بموت ناس. اليوم راح نشوف أحد أكبر المشاكل والدراما اللي صارت بين اليوتيوبرز العرب. أنا سلوف، ما تنسوا اللايك والاشتراك ويلا خلينا نبدأ. وراح نبدأ باللي صار بين بندريتا ومستر فيفا. في عام 2020 نزل بندريتا قصة الرياض، وكان يتكلم فيها عن المواقف اللي حصلت له لما انتقل للسكن في الرياض لمدة 6 أشهر. فكرة انه من الانتقال انه اوسع مجالي واتعرف على شركة اكثر والبزنس ومدري ايش وكذا. كان سبب انتقال بندريتا الأساسي هو البزنس، فبعدها نزل مقطع شارك فيه بعض المواقف والقصص اللي حصلت له في الرياض، لكنه تردد قبل ينزل الجزء الثاني من القصة لأنه حس إنه بينكد على جمهوره، لكنه سوى تصويت في تويتر إذا بينزل المقطع أو لا، فأغلبية المتابعين كانوا يبقونه ينزل المقطع، وبالفعل نزل الجزء الثاني. في المقطع كان يتكلم بندر عن إعلاناته في الرياض وكيف إنه الفلوس كانت ما تجي على حسابه بل كانت تجي على حساب شخص آخر. حول كذا وانا اعطيك بعدين تتحول لهناك ومن هناك احولها لك. قلت له خلاص تمام. بندر ما ذكر اسم أي شخص في هذه القصة، بس كان قاعد يفضفض عن هذا الموضوع، ووصفه إنه كانت تجربة فاشلة ورجع بعدها إلى جازان. 6 أشهر فاشلة بالنسبة لي، شلت اغراضي رجال، رجعت بخسارة وفلوسي ناخذت ما عاد ارجعها لي، الله يهديك. بس بندر أنهى قصة الرياض من هنا، وبدأ هجوم كبير على مستر فيفا مباشرة. الجماهير ربطت الموضوع بمستر فيفا كونه في ذيك الفترة كان المسؤول عن الشركة، فتلقى مستر فيفا هجوم كبير من الناس. واللي زاد الموضوع بله هو أن بعض اليوتيوبرز الثانيين طلعوا وقالوا أنه نحن برضو تعرضنا للسرقة من نفس الشخص، ومن ضمنهم أبو سلو. كنا ما نبي نفجر على السوشيال ميديا، حاولنا نتصل عليه، حاولنا نقابله. بعد الهجوم الاتهامات اللي حصلت لمستر فيفا راح ونزل هذه التغريدة واللي قال فيها: طالتني الاتهامات زي ما تشوفون وكأننا بأيام المثالية ولسنا في ظروف استثنائية، طمنوه حقه بيجي بالكامل وهذا عهد علي قدامكم، تراني أعتبره مثل الأخ ولا تهول العشرة. الرد هذا كان كافي لإيقاف الهجوم على مستر فيفا، لكنه مع مرور السنوات الهجوم خف والناس بدأت تنسى. لكن بعد 4 سنوات رجعت السالفة أقوى من المرة اللي فاتت. بتاريخ 27 أكتوبر 2024 نزلت حلقة من سلسلة تحديات الخزنة في قناة شوينغ، كانت في فقرة اسمها تحدي الملف، واللي يكون فيها سؤال مخصص للضيف. الإجابة كانت اختيارية ومش شرط أنك تجاوب. البعض جاوب زي مودي الأسمر وأبو فله، والبعض جاوب زي أحمد شو وأبو ربيعة ومستر فيفا. السؤال اللي كان موجود في ملف مستر فيفا كان عن المشكلة اللي حصلت بينه وبين بندر في عام 2020، وهذا كان رده. 21 سنه انفصلت عن زوجتي، مستعد اعطيك كشف حساب الشركه من فتحت لين قفلت. تخيل واحد يجي لولدك يقول لك ابوك سراق، افرض اني سارق 500,000 مليون، بيسكت في نظام. من بعد كلام مستر فيفا الناس تعاطفت معه، بدأت موجة هجوم، بس هذه المرة انقلبت وصارت على بندر. فبعضهم بدأ مباشرة يدعي على بندر ويتحسب عليه، والبعض كان يلوم بندر ويحمله ذنب اللي صار لسعد، والبعض كانوا يطلبون بندر ينزل اعتذار بسبب الاتهامات والأضرار اللي سببها لسعد. فبندر اضطر انه يرد عليهم بمقطع قصة الرياض الجزء الثالث. عشان نتكلم عن موضوع العاطفة، لا تربط مشاكلك الشخصية سبب انفصالك مشاكل ولدك بموضوعي، أنا مالي دخل. أنا من بعد الموضوع هذا طفرت وتأثرت وانفصلت وجتني كل أمراض الدنيا، بس ما عمري قلت والله أنت السبب ولا أي واحد ثاني. أعرف إنه الأزمة أثرت على العالم كامل، على شركات كثير، بس برضو أعرف إنه هذا كلام فاضي وكان عذر عشان يوقف الهجوم بس. وذكر انه رفع قضية على الشركة. أنا اشتكيت ورفعت قضية على الشركة بالمبلغ اللي قدرت أثبته حول النص مليون كذا. القضاء انصفني وفزت بالقضية وانكتبت لي حقوقي، بس زي ما أنت عندك مبادئ أنا عندي مبادئ برضو وما كملت الإجراءات بحق. ذكر بندر انه رفع قضية على الشركة وقدر انه يكسبها، لكن اللي ذكره بندر بعدها هو اللي خلى الموضوع يتصاعد اكثر. الأساسية مو هنا، يعني إذا كان أنت تحسب إن هذا شخص سيء، فاللي معاه وفتح الموضوع هو راس المشكلة ذكي، وأنت تعرف الموضوع كامل من الألف للياء ومسوي في المقطع مصدوم. من بعد هذا المقطع اثنيناتهم شوينغ وسعد ردوا على بندر. سعد بدأ ورد على نقطة القاضي اللي فاز فيها بندر وقال: 500,000 اللي فاز فيها، اللي كلها هبد في هبد، انا اسمح لك انك تنزل صك الحكم او صك القاضي. وبرضه رد على هذه النقطة. سالفة الانفصال انك انت السبب ما حبيبي، انا قلت انك انت السبب، تتوقع اني بنفصل بسبب وجهك يعني؟ تكلم بالسوشيال ميديا عن اي شيء، موضوع الاكتئاب المفروض ما تتكلم فيه في السوشيال ميديا، موضوع
المفروض ما تتكلم في السوشيال ميديا. فشون اضطر انه يرد على بندر بخصوص هذا الموضوع. مشكلتي مو هنا، مشكلتي انك الله يصلحك تلقي كلام وما تحسب حسابه. يا ابني انت مؤثر. وذكر نقطة التفاعل وانه مش محتاج لدعم اي شخص. اني ادور تفاعل ومشاهدات من فعلتي وحركتي هذه، وانت تدري والله في قناعة نفسك انه مو هذا انا. ولا راح اطول بالنقطة هذه. لو تفتح القناة وتشوف المقطع اللي على قولتك فتنة وإثارة جدل، وتشوف المقاطع اللي قبل، راح تشوف فرق التفاعل في جميع المقاطع. فبعدها شوين جاب سيرة المحتوى اللي تطرق له سعد وقال: شغلة انت مؤثر يا ابني. وصلت مرحلة ان اليوتيوب بنفسه يحذر من بعض المقاطع اللي انت تقول انك ندمان ما نزلتها والى الان موجودة. وبرضو دخلت بنيتي وقلت اني ادري بالسالفة وقاعد اسوي نفسي مصدوم. يشهد الله علي من فوق سابع سما اني اول مرة في حياتي اسمع القصة نفس ما سمعها المشاهد قدامكم. مشكلة مستر فيفا وبندريتا ما انتهت بشكل واضح للجمهور، لكن المشكلة اللي حصلت بين كويلي وبارتيوب كانت لها خاتمة واضحة للجميع. كويلي تيوبرز بدأ ينزل في قناته من عام 2016، محتواه كان عبارة عن قصص ونظريات، وعنده ما شاء الله فوق 6 مليون متابع. معكم كويلي. إذا كنت أول مرة تشوف قناتي فأنا أنزل قصص واقعية ومواضيع مثيرة للاهتمام. مقاطع كويلي كانت تتمحور عن القصص والمواضيع المثيرة للاهتمام، مثل نظريات وقضايا وقصص وقضايا اختفاء. استمر على هذا المحتوى إلين ما وصل ل 4 مليون مشترك، لكن مقاطعه كانت ضعيفة شوية وما كانت تطلع من ضمن المحتوى المعتاد إلين تاريخ 26 يونيو عام 2021 لما نزل مقطع بعنوان تسريبات إيميلات دكتور فاوتشي. تكلم في المقطع عن مواضيع حساسة بخصوص الوباء العالمي، ووقتها ذكر نقاط بعضها تقول إن المرض تم تصنيعه في المختبرات، وعرض صور تحتوي على تركيبات وفحوصات الPCR. فالمقطع أثار رعب لأنه انتشر بشكل كبير جدا، فوصل مليون مشاهدة خلال يوم واحد فقط. المقطع بعد يومين انحذف بسبب مخالفة لقوانين اليوتيوب. لكن الموضوع اللي فعلا أثار الجدل هو إن هاشتاج مقطع كويلي طلع ترند، ووقتها كويلي نزل التويتة هذه اللي معظمكم شافها، واللي يقول فيها إنه أول مرة تصير معي من بداياتي في اليوتيوب. أنا مسعوق من التحذير اللي توجهت له من اليوتيوب، وكأنه يشير إلى أن المقطع انحذف بسبب تدخل شخصيات كبيرة. بعد حذف المقطع الناس بدأت فعلا تخاف وتصدق كلام كويلي، والبعض ندم إنه أخذ الجرعة، والبعض كان شايف كويلي فعلا مستهدف. لكن المعلومات اللي انقالت في المقطع استفزت يوتيوبرز كثير، واللي دفعهم ينزلون مقاطع يوضحون فيه المعلومات الخطيرة اللي انذكرت بخصوص هذا الموضوع. البعض رد على نقاط كويلي بشكل مباشر، والبعض صحح المعلومات الصحيحة بدون لا يتطرق لمقطع كويلي، والبعض كتب تغريدات يرد فيها عليه زي أحمد العامر ودحهم 3 سبعات وباري تيوب. فباري تيوب كتب هذه التغريدة اللي كان يرد فيها على كويلي، واللي قال فيها أول مقطع ينحذف لك من اليوتيوب ويعطوك تحذير ويكتبون نفس الكلام اللي ينكتب لجميع اليوتيوبرز، هذا التحذير اللي يجيك قبل الاشتراك. لكن هذه الردود ما كانت كافية انها تحسم الموضوع، لان الضجة لا زالت مستمرة حول المقطع، والكثير لا زال مصدق المعلومات اللي قالها كويلي في المقطع. فقرر باري تيوب بعدها بيومين انه ينزل هذا المقطع بعنوان كويلي والمؤامرة الكونية ضده. في المقطع صحح باري بعض النقاط اللي قالها كويلي زي تركيبة الفيروس والايميلات المسربة، وشرح تأثير الاحزاب في امريكا على هذه الاشاعات. فسرها على كيفك، ما ابغى اظلمك. ورد على نقاط كويلي وذكر اكثر من مرة انه ممكن كويلي يفهم الموضوع غلط. المقطع ذا ما هو تهجم على كويلي، شخص محترم انا اتابعه من فترة لفترة. المقطع ذا توضيح لانه الموضوع ذا من جد يبغى له توضيح. وبرضه ذكر ان المقطع هذا ما هو تهجم على كويلي، وانه يحترم كويلي ويتابعه من فترة لفترة. تصدق اي شيء تسمعه وتشوفه، لا تكون معه، سوي ابحاثك، تأكد. بعدها نزل كويلي هذا التغريدة اللي قال فيها اسهل شيء في الحياة اني اقدم محتوى تافه واسوي اعلانات من وراه واطلع فلوس واعيش حياتي بكل سهولة، بس انا اخترت الطريق الصعبة عشان اصنع لي سمعة حلوة بين الناس، ولا اقبل اي شخص ايا كان بتشويه سمعتي. كان واضح للناس ان المقصود من التويتة هو بارتيوب، لانه انعرض فيديوهات الطقطقة والكوميدية. لكن اللي بعد هذه التويتة كانت بداية المشكلة الحقيقية، لانه بعدها باسبوع نزل كويلي فيديو بعنوان ردي على تضليل باري الحقيقي. من العنوان لحاله تقدر تعرف انه كويلي لا زال متمسك برأيه، ويشوف انه باري قاعد يضلل الناس عن الحقيقة. كويلي بدأ المقطع بوصف متابعين باري بانهم تافهين واطفال. والهاشتاج مقطع كويلي من ناس مؤيدين لي الى اشخاص تافهين يدخلون ويسبون، من تعليقاتهم يبين انهم اطفال. وبدأ بعدها مباشرة الهجوم على محتوى باري، وقال انه باري طلعني كذاب بس عشان يطلع ترند. طلعت عشان بس طلعني كذاب علشان الترند. لكن مش منطقي باري تيوب ينزل مقطع عشان الترند وعنده وقتها اكثر من 7 مليون متابع ومشاهدات عالية جدا. فلو تلاحظون انه كويلي كان ماخذ دور الضحية، كويلي كان يلف ويدور ورفض يعترف انه مخطئ واخذ الموضوع بشكل شخصي.
أنا شخص مظلوم، أنا شخص هاجموني الكل. وبعدها نزل مقطع باري بعنوان شخصية كويلي الحقيقية، وكانت مدة المقطع تقريبا 57 دقيقة، واللي يعتبر طويل بالنسبة لقناة باري تيوب. لكن في هذه المرة باري رد على كويلي شخصيا، وعلى الهجوم والتهرب اللي سواه كويلي، وعلى انه قاعد يلعب دور الضحية. ردوا على الأدلة اللي هو جايبها وجيت أنا حشرت له فيها. أعيد وأكرر، مقطعك ذاك ما يضر بس يمكن يتسبب بموت ناس. وبعدها انهى المقطع بهذه النقطة. اللي بيختار انه يعرف الحقيقة بيعرفها، واللي يختار انه يمشي في كذبة ما في شيء بيوقفه. ومن بعد هذا صارت سلسلة تويتات بينهم، لكن باري انهاها بهذه التغريدة: الموضوع ده بيستمر للأبد لو ما حسكت، عشان كذا ما عاد بتكلم في هذا الشيء أبدا، شرط انه كويلي ما عاد يكمل كذب، إذا طلعت ثانية أقدر أرد عليك في أقل من 24 ساعة. وكان واضح انه هذه التغريدة كانت نهاية المشكلة بينهم، لأن الموضوع تغفل عليه لمدة 3 سنوات تقريبا. بس في رمضان عام 2024 نزلت حلقة من سلسلة ذا بلو شو، وكان ضيف الحلقة هو كويلي، وفي الدقيقة 31 فتح كويلي موضوع مشكلته مع بارتيوب، وقال فيها هذا الكلام. فبلش باري، يعني صار باري تيوب معك في مشكله وياه. انا رديت على رد محترم، قلت ان احنا زملاء ونحترم بعض وكذي، بس تحسفت اني صراحه اني رديت الرد هذا. مو اي شخص يستحق انك ترد عليه الرد هذا. ممكن الكلام ما تشوفونه يضيف شيء على المشكلة، لكن لو تلاحظون انه ما تغيرت نظرة كويلي لهذا الموضوع. فرد بارتيوب على هذا المقطع وقال: من يوم ما صار الموضوع ذاك وانتهى كان يكتب تغريدات يلمح له فيها ويمسحها، ما وقف يسوي الحاجات دي الا قبل سنة. ورد على كل نقطة ذكرها كويلي بالحلقة، وقال لو وصل هذا المقطع 200 ألف لايك فراح انزل ديس وانسف فيه كويلي. وفعلا وصل هذا الرقم خلال ساعات، ونزل باري الديس زي ما قال. فرد كويلي بتغريده على بارتيوب وقال انه الديس يفشل وخايس، توقعت اقوى من كذا. وصارت سلسلة تويتات بينهم، نهايتها انه كويلي قال نسكر الموضوع بالكامل لان صرنا اضحوكا للناس. فرد باري وقال انا مسكر الموضوع من 2 سنين، فلا تطلع وتقلل مني في اي مكان وما بتشوف مني اي كلمة بعد اليوم. فرد كويلي بس اتفقنا وما حد يجيب سيرة الثاني نهائيا. ومن بعدها نزل باري هذه التويتة اللي يقول فيها اعلن عفوي الشامل لكويلي الين ما يرجع يتكلم عني. ورد كويلي وانا برضو عفيت عنك، كتب الله لي ولك التوفيق والبعد عن بعض. وبعدها حذف باري تيوب الدس من اليوتيوب، وكانت هذه نهاية الدراما اللي استمرت لأكثر من 3 سنوات، بس التحديات ما بينهم لا زالت لليوم. وبس هذا كل شيء لليوم، إذا تريدون جزء ثاني اكتبوا لي في التعليقات، والسلام عليكم.